في هذا الفيديو هذا او في هذه الحلقه هذه فكرت بزاف وقلت اشنا هو الموضوع اللي خاصني ندوي فيه. فكرت مزيان وانا نختار واحد الموضوع اللي هو مهم بزاف. هذا الموضوع هذا هو موضوع التفاهه في السوشيال ميديا. في هذه الحلقه او في هذا الفيديو غادي نتكلموا على التفاهه في السوشيال ميديا. منين كيجيو التافهين ديال السوشيال ميديا؟ شكون اللي كيصنعهم؟ شكون اللي كيدعمهم وكيخليهم يستمروا في التفاهه ديالهم؟ ما تنساش موضوع هذه الحلقه مهم بزاف رغم انه كيبان موضوع عادي. غير مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي كانت شي وحده تعرات في شي فيديو او بينات شي بلاصه اللي ما خصهاش تبان، وهذا الفيديو دار واحد الضجه كبيره وكل شي دوا عليه وكل واحد كيهضر وكل واحد كيعطي الراي ديالو. وهذا غير فيديو او هذا غير مشكل من بزاف ديال المشاكل والفضائح اللي كطرا في مواقع التواصل الاجتماعي، واللي كيكون المصدر ديالها طبعا هما التافهين او صناع المحتوى اللي كينشروا التفاهه. اليوم غادي نحاولوا نتكلموا على هذا الموضوع ونشرحوا منين كيجيو التافهين وشكون اللي كيصنعهم وشكون اللي كيدعمهم باش يستمروا. اولا هذاك التافه ما جاش بوحدو، هذاك التافه انا وانت اللي صنعناه. كيفاش انا وانت كنصنعوا التفاهه في السوشيال ميديا؟ اكيد انا وانت فاش كنكونوا كنتصفحوا في مواقع التواصل الاجتماعي او كنسكروليو في الفيديوهات، اكيد شي مره كتلاقى شي فيديو اللي ما زوينش وما فيه ما يتشاف، ولكن هنايا بالفضول اللي فيك كتبغي تعرف شنو واقع وكتبقى كتفرج في هذاك الفيديو اللي ما فيه ما يتشاف. فاللي خاصك تعرف عزيزي المشاهد انك هنايا كتكون ساهمتي في هذاك المحتوى تافه، لانك ملي كتلاقى شي محتوى تافه او شي فيديو تافه وكتبقى كتفرج فيه فهنايا واخا ما كتفاعلش معاه فراك هنايا بطريقه غير مباشره كتعطي واحد الاشاره للتطبيق او للخوارزميات بان هذاك المحتوى زوين ومطلوب، وهكا كيزيد يتنشر وهكا كيزيد يطلع لبزاف ديال الناس. وهنايا كتكون ساهمتي في هذاك المحتوى وشجعتي هذاك صانع المحتوى باش يزيد يستمر ويزيد ينشر في التفاهه ديالو. ودابا من بعد ما تكلمنا وشرحنا منين كيجيو التافهين او شكون اللي كيصنعهم وكيشجعهم وكيخليهم يستمروا، دابا غادي نتكلموا وغادي نشرحوا ايضا كيفاش نقدروا نطيحوا هاد التافهين الا بغينا. ايه انا وانت نقدروا نطيحوا هاد التافهين الا بغينا. انا وانت اللي كنصنعوهم وانا وانت اللي نقدروا نطيحوهم الا بغينا. العصا كاينه في ايدينا. النصيحه اللي نبغيك دير بها فاش تلاقى شي محتوى تافه، فاول حاجه كنصحك ديرها هي دير ليه بلوك باش هنايا ما كيبقاش يعاود يطلع ليك مره اخرى وهكذا كتقدر تحاربه. الخطوه الثانيه هي ما تعطيهش مشاهده اصلا، ما تبقاش كتفرج فيه. بعض الخطرات كتقول راه غادي غير نتفرج ما غنتفاعلش، هذيك المشاهده حتى هي كتعتبر تفاعل، لانك ملي كتبقى تتفرج في واحد المحتوى تافه فهنايا كما قلنا كتعطي للخوارزميات او التطبيق بان هذا المحتوى زوين وعاجبني وعاجب الجمهور، وبكذا الخوارزميات كتزيد تنشرو مع ناس اخرين وهكا كتشجعوه هو ايضا باش يزيد يستمر ويزيد ينشر التفاهه ديالو. دونك دير ليه بلوك الا قدرتي، ما تفاعلش معاه وما تعطيهش مشاهده ايضا. وهكذا هاد الخطوات إلا تبعناها حنايا كاملين أو إلا تبعها غير 60% ولا 50% من الناس، فهكذا نقدروا نحاربوا المحتوى التافه ونقدروا نحاربوا التافهين ونجريو عليهم من السوشيال ميديا، لأن اللي كيخليهم يستمروا واللي كيشجعهم هو التفاعل والمشاهدات. حنا اللي كنشجعوهم، حنا اللي كنصنعوهم، حنا اللي كندعموهم، وفي الاخر ملي كيديروا شي فضيحه كنبداو نتشكاو منهم وكنقولوا منين جا هاد الشيء، او كنبداو نتهموا شي جهه حكا هذوك الناس اللي كيديروا التفاهه حكا راك كتدعمهم شي جهه بالفلوس باش يبقاو ينشروا هاد التفاهه. ماشي ضروري تكون كتدعمهم شي جهه، او تقدر فعلا كاينه واحد الجهه اللي كتدعمهم اللي هما حنايا، حنا اللي كندعموهم باش كيديروا هذاك الشيء، او حنا اللي كندعموهم باش يستمروا في التفاهه ديالهم. دونك كنتمنى هذه الرساله توصل. كفى من التفاهه، كفى من التافهين. وصلنا لواحد الوقت صعيب، واحد الوقت اللي خاص بنادم يتعلم يقرا، يفهم شي حوايج جداد، يطلع المستوى ديالو، المستوى ديال التفكير ديالو. دونك ما محتاجينش مازال كثر التفاهه ولا كثر التافهين. كنتمنى هذا الميساج هذا يوصل. وكان معكم حسام احمد، تهلاو لي في راسكم ما تمشيوش بعيد، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.